اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صاحبة مشكلتي النهاردة بتقول: أنا عندي 35 سنة ومتطلقة وعندي 3 أولاد، وبعد ما اتطلقت رحنا نعيش في بيت أخويا وهو متجوز ومخلف، لأنه قاعد في شقة العيلة، وكانت ماما عايشة معاه لكن توفيت، وشقتي اللي اتجوزت فيها في بيت العيلة وما قدرتش استحمل اقعد فيها مع عيلة طليقي، واتفقت مع طليقي هقعد عند اخويا واقفل شقتي دي على عفشي وحاجتي، ومتأكدة ان محدش هيقدر يعمل حاجة في الشقة لان قيمتي معايا وشايلاها عند اخويا. وقلت لطليقي لما يحب يشوف الولاد يبقى يجي عند اخويا. المشكلة ان مرات اخويا دي ست حرباية بمعنى الكلمة، وما بتحبنيش لا انا ولا اولادي، ومش طايقة قعدتنا في البيت وعاوزة تمشينا بأي طريقة، ومش بتخدمنا ولا بترتب اوضنا مطرح ما بنقوم من النوم، ولا بتغسل هدومنا، ولا بتعمل اي حاجة لينا مع اننا ضيوف عندها، ولا حتى بتساعدني وتذاكر لولادي. انا مش عارفة اعمل ايه مع انك كويسة معاها. قولولي، هي بقت اصلا تسيب البيت ودايما تتخانق معايا ومع اولادي وتقول روقوا مطرحكم، قومي اعملي اكل ليكي ولولادك، اغسلي هدومكم، وانا ما بسألش فيها ومنفضلها. واوقات كتير اخر ما زهقت مننا خدت عيالها وراحت تقعد عند اهلها باليومين والتلاتة والاسبوع، ولا بتعبرنا ولا تيجي تخدمنا ولا تخدم اخويا. وانا ما بقتش عارفة اعمل ايه، ولا قادرة اعيش في شقتي ولا قادرة اعيش في شقة اهلي. مش مرتاحة مع البت دي لانها حربية، مش ينفع اقعد لوحدي بعيالي في شقة ايجار، محدش هيوافق. دلوقتي المشكلة اللي زي دي قولولي حلها ايه؟ انا بقول لها اول حاجة هي مش ملزمة بخدمتك ولا خدمة ولادك، كتر خيرها ان هي فاتحة بيتها. انتي انسانة باردة وانتي اللي حرباية، انتي عايزة تخربي على اخوكي وتعيشوا انتي واخوكي متطلقين. ما تغوري يا ست تقعدي ببيتك، ايه المشكلة يعني لما تروحي تقعدي ببيتك في شقتك على عفشك وتخدمي نفسك وتخدمي ولادك وكل واحد يشيل ليلته؟ خلي عندك دم، هي كفاية عليها خدمة اخوكي وخدمة عيالها، هي الحكاية مش ناقصة ضيفة يوم 2 اسبوع، مش مدى الحياة. انتي بتقولي اتطلقتي ودلوقتي قاعدة انتي وعيالك مع اخوكي، يعني مش عارفة اصلا القعدة دي هتطول، ممكن يعني ما اعرفش بقى تقعدي لحد ايه، يعني انتي مش بقيتي ضيفة. المفروض تخلي عندك دم وتخدمي نفسك وتخدمي ولادك وتساعديها، مش تقعدي تتفرجي عليها، وكمان من بجاحتك عايزاها تيجي تروق لك اوضتك وتغسل هدوم ولادك وتذاكر لاولادك. انا ما اعرفش ايه ده يا ستي، خلي عندك دم، ربنا يهديكي وروحي اقعدي ايه في شقتك وايه، وشوفي بقى ايه، مالكيش دعوه باهل طليقك اذا كنت انت اصلا مش عايزه تختلطي بيهم، بس شقتك اولى بيكي وعيالك اولى ببيتهم. وانتوا قولوا لها ايه رايكم في الكومنتات، ما تنسوش ذكر او دعاء. في امان الله.